بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي أخواتي ورحمة الله وبركاته. فرصة ثمينة وعظيمة عند نزول المطر لغفران الذنوب والحصول على الحسنات، وهنالك أمور علمونا أهل البيت عليهم السلام أن نفعلها بهذا الوقت حتى نستثمره ونحصل على غفران الذنوب. شنو هاي الأمور اللي نسويها؟ يستحب عند نزول المطر أمور، أولها قراءة سورة التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، من قرأها عند نزول المطر غفر الله ذنوبه، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله ذنوبه وقت فراغه. بعد أن يكمل هذه السورة تغفر له الذنوب. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من قرأها وقت نزول المطر غفر الله له، ومن قرأها وقت صلاة العصر كان في أمان الله إلى اليوم الثاني. الأمر الآخر قراءة سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت تقرأها عند نزول المطر، هكذا يقول الإمام الصادق عليه السلام: من قرأها عند نزول الغيث غفر الله له بكل عدد قطرة تقطر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الأمور اللي نفعلها إذا رأيتم المطر فصلوا عند ذلك ركعتين. أصلي قربة إلى الله تعالى ركعتين، أي تقرأ فيها في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب مرة وأي سورة. فمن فعل ذلك بحسن نية وخشوع وتمام من الركوع والسجود كتب الله له بكل قطرة من ذلك المطر 10 حسنات. صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى في وقت نزول المطر. بعد ويستحب التسبيح لله عند سماع صوت الرعد، هذا الصوت اللي مع الغيوم من السمعة تسبح لله. بعد من الأمور اللي احنا نستفيد من عندها إن شاء الله استحباب الدعاء عند نزول المطر واستجابة الدعاء في هذا الوقت. هكذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اغتنموا الدعاء عند نزول المطر. هكذا يقول: اغتنموا الدعاء في 5 مواضع و5 مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الآذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة، وعند دعوة المظلوم على من ظلمها فليس له على من ظلمه فليس لها حجاب دون العرش. وقال عليه السلام: تفتح أبواب السماء عند نزول الغيث. فيستغل الإنسان هذا الوقت بالدعاء فإنه مجاب إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.